تمام. فقدر برضه ان هو يشارك في صناعه القنابل الارتجاجيه، وقدر ان هو يطورها. نعم. القنابل الارتجاجيه بشكل مبسط عامله زي القنابل النوويه بس صغيره شويه. نعم. ديت قوه الانفجار بتاعها بيؤدي ل 2800 درجه مئويه. نعم. وتقدر ان هي تمسح كل من على وجه الارض في محيط 45 متر نعم. بدون مدى اشعاعي او بدون تاثير اشعاعي. وتقدر لها تاثير لاكثر من 800 متر. نعم. وديت بالمناسبه اللي كان ضرب بيها الجيش العراقي لما الناس قامت وقالوا الجيش العراقي انسحب. والجيش العراقي ما انسحبش، هو الجيش العراقي انضرب بالقنابل ديت وقنابل تانية من نوع يعني الجيش العراقي اتضرب بالقنابل دي، لكن ما حصلش عمليه انسحاب للجيش العراقي؟ لا ما فيش انسحاب. لا، القنابل ديت بتحول اي ماده او اي كائن او اي جماد الى تراب. نعم. فتم ضربه بالقنابل ديت. يعني هي ليها مدى خطوره ولها تقنيه عاليه. هي تعتبر نوويه بس ملهاش اشعاع. يعني تعتبر قنابل نوويه، داخله في جزئيات النوويات وحاجات زي التصنيع بتاع النووي وكده. قنابل ارتجاجيه حاجه. نعم. دمار شامل. نعم. حاجه دمار شامل. نعم. يعني الكلام ده خطير يا احمد بيه. يعني احنا بنتكلم طبعا بنتطرق لموضوع الكربون الاسود وهو شامل مواضيع وشامل قصص. يعني النهارده المشاهدين في مصر النهارده بيسمعوا موضوع زي دون، وهناك المواضيع بتختلط عند المصريين في قصه موضوع الكربون الاسود وظهور احد القيادات ووفاه احد القيادات. فالموضوع مخلي الناس برضو مش فاهمه ايه القصه بتاعت الكربون الاسود. ما انا اقول لحضرتك وقت القصه. اتفضل. فلما مصر وقفت في المشروع دخلت الارجنتين ودخلت العراق ودخلت مصر في المشروع ده. كويس. دخلت الارجنتين بالخبره التكنولوجيه، ودخلت العراق بالانتاج المالي، ودخلت مصر بالمعلومات الاستخباراتيه. نعم. علشان خاطر ان هم يعملوا المشروع بتاع الارجنتين الكوندور، والمدفع بابل اللي هو كان يقدر في الوقت ده ان هو يوقع قمر التجسس والتشويش، والمشروع بتاع المشير ابو غزاله. نعم. اللي هي الخاص بالمشاريع البالستيه، الصواريخ البالستيه تحت مسمى بدر 2000. نعم. كويس. نعم.